اللايك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشيني كتير كتير. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة البسارية. البسارية بما انها موجودة اليومين دول في السوق وده الموسم بتاعها، حبينا نجرب معاكم طريقة خفيفة ولذيذة. اتمنى تكون طريقة خفيفة على قلوبكم يعني. اولا انا بحب البسارية في صينية، مبحبهاش لا مقلية ولا ناشفة ولا مشوية ولا الكلام ده. انا بحبها عن تجربة كده في صينية. جبت بقى معايا الطماطم، فلفل، شطة، توم، بصل، خل، ليمون، ملحك بقى وبهاراتك اللي انت هتحطيه. انا شطفتها كويس جدا، بس انا اصلا ما كانش عندي نية يعني اصور الفيديو الصراحة، فما حضرش الغسيل بتاعه يعني. ابتديت من دلوقتي كده. المهم شطفتها كويس وبدأت بتخريط الطماطم والفلفل الاحمر وده التوم، 3-4 بصلات كده لو امكن. مفيش عشان غلى البصل ده حطي بصلتين. بدأت بتخريط البصل اهو. ممكن تعمليه اي حاجة انت عايزاها، طرنشات، جوليان، مفروم. حط البصل براحتك. انا خرطتها خرط عادية خالص كده، بحيث ان هي لا تكون باينة قوي ولا تكون ناعمة قوي في الطبخ. طرنشات كده تتعمل، وبالذات البصل الابيض ده في الطبيخ بيبقى حاجة تحفة جدا، بيطعم الاكله كده وده تسكيره. الشطه ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، اللي هو يعني حامي او مش حامي براحتك. فلفل الوان بقى عندك المتاح عندك حطيه. يبقى معانا في الوصفه تاني كده، نقول من الاول. اولا البسارية، ثانيا طماطم، بصل، فلفل، شطه، توم، خل وملح، ليمون، فلفل اسمر، بهاراتك يعني كده بهارات السمك، مع شطف البسارية جيد. المهم كده، اللي ما اشتركش في القناه يا جماعه، اولا يدي اشتراك للقناه وتفعيل الجرس ولايك وكومنت منكم جميل كده عشان يوصلكوا كل جديد. انا كنت ده بقى الاسبنسايه اللي نسيت اقول لكم عليه، عود شبت وكزبره وكرفس عليه. انا كنت صورت خرجتهم ونسيت ان الكاميرا مقفوله، في الاخر قمت رايحه جايبه نص ليمونه كده عشان التصوير يعني، وعود الشبت والكزبره. بتسيبيها شويه كده بقى تشرب من بعضها كده، من الخضار اللي عليها وملحها وحاجتها. بتقومي انتي مجهزاها بقى، بتستوي على البوتاجاز على فكره، او فرن البوتاجاز او الميكروويف، طبعا ما انتي بتحبي تسوي اي حاجه عندك. ممكن تحطها في صينيه من اللي هي البايركس الحراري اللي بيخش في الفران، اي صينيه حراريه يعني بتدخل الحاجه اللي انتي بتعملي بيها. ده بقى كان نص كيلو الصراحه، كنت جايبه ده وبولتي عشان يدوق من كل. كنت جايبه بطاطا، طلعت بقى وخدتهم عشان الحشو السمك. خدت الصينيه معايا برضو والحاجه جهزتها، وجبت السلطه معايا وجبت كل حاجتي معايا كده وانا طالعه. بدات بقى وحطيت البطاطا كده عشان عمور بيحب البطاطا، هجيبها يوم السوق. قمت حطها الاول كده على ما اجهز السمك بتاعي كده، واحط الرد عليه واحط في الفرن زي ما انتوا شايفين. اللي لسه محطش بس اشتراك يحط كده اشتراك للقناة، ويحط احلى لايك منه كده وتعليق او كومنت جميل منه. هو التعليق هو الكومنت يعني، بس بيجي منكم يعني. بشكر برضو كل المتابعين اللي دخلوا على قناتي جديد كده، بشكرهم من كل قلبي. قناتها هتكبر بكم وبدعمكم بعد ربنا سبحانه وتعالى اكيد. وحبة تفاؤل يا جماعة، ونرجع كده القنوات الصغيرة تصحصح كده مع نفسها وترجع تاني تشتغل على قناتها، وندي شوية امل لبعضنا كده. خلصت اهو، كنت شوية السمك اهو طلعه. لايك بقى كده جميل منكم عشان السمك المشوي ده. كنت جايبه معايا التمليح، وعلى ما السمك بقى اتشوى كده كنت عملت السلطه كنت عملت السلطه اهو. التمليحه جاهزه معايا، وجايبه كل ادواتي وانا طالعه.
جميل تمام. السمكة اللي هي اللي اسمها البلاميط، معرفش عندكم بتسموها ايه، اللي هي بديل السمك التونة. وادي البطاطا طلعت، وكده اكون خلصت المرحلة الاولى. كنت تحت بقى معلقة على الرز اتردد، وقمت رايحة طالعة واخدة الحاجات دي عاملاها. مسحت الفرن اهو، روقت عليه كده قبل ما انزل برضه، وقفلت الغاز بتاعي وظبطت الدنيا كده. قمت واخدة حاجتي ونازلة بقى. تحفة ما شاء الله. كده بتلاقي البسارية بقى كاملة مكملة كده، وتحسي انتي بتاكلي السمكة. انما اللي بتنشف في القلية دي يعني تبع ما بستمزجش منها كده الصراحة. حلوة ما بستمزجش دي. ما بشبعش من البسارية الا كده، حطها في صينية تاكلي منها احلى اكلة بقى، تمشي مع الرز وتمشي مع العيش، والف هنا وشفا على اللي ياكل. اهو كنت جهزت السلطة وزعتها في الاطباق، والسمك وزعته، والبسارية برضو. وهنا بقى كنت هجيب الرز. بحب اعمل مع السمك المشوي، او يعني هي عشان الوقت هو رز ابيض. شير ولايك كده وكومنت حلو منكم للفيديو. وهنا بكون خلصت بقى. اتفضلوا معانا يا جماعة، احلى سلطة كده بقى. طماطم فلفل شبت وكزبرة بصل خل وليمون والملح بتاعها، وادي الرز والبسارية بألف هنا اهي. مقسمينها احنا بحق الله. كلنا هنا بنحب البسارية. وده برضو كان طبق كده اتملى للي عاوز الصراحة. هما قالوا هاتوا بسارية بس قمت قايلة اما اجيب ده كمان كده معاهم لو احتاجنا او حاجة. فين المعالق؟ هنستنى. لايك حط لايكوك. لكلوك. مين اللي في المراية دي؟ عمرو اهو في المراية. حط لايك يا عمرو.